ازاي تخلي الشخص اللي سابك يرجع لك او يرجع يفكر فيك تاني؟ اول حاجة انت محتاج تعملها انك تقعد مع نفسك وتهدى وتتقبل فكرة ان هو سابك. انت مشكلتك الوحيدة في الموضوع ده كله انك مش بتبقى قادر تتقبل الفكرة نفسها، مش قادر تستوعب ان الشخص ده سابك، فبتبقى مندفع ومش متقبل وعايز ترجعه بأي شكل من الاشكال، فبالتالي بتتصرف بشكل غلط، فبالتالي بتخليه يبعد عنك اكتر. فانت قبل اي حاجة تقبل الموضوع نفسه بصدر رحب. طيب انا تقبلت الموضوع اهو، اعمل ايه بقى؟ يبقى تاني خطوة ما تتمسكش بيه، ما توصلهوش احساس ان انت عايزه يرجع لك خالص، لانه هيعند اكتر. خلي بالك انت مجرد ما الشخص اللي قدامك يحس انك بتجبره يرجع لك، يبقى انسى ان هو يرجع لك. ده انت لو في حد وانت صغير مثلا كان بيجبرك ان انت تاكل حاجة عشان تكبر، كنت بتعند معاه اكتر لمجرد ان هو بيجبرك. لكن لو طنشك وسابك هتحس ان انت نفسك راحت لها كده، اللي هو ايه ده بطل زن. انت بقى وصل له احساس ان هو حر في قراره وان انت متقبل بعده، ساعتها هيبدأ يفكر كده ويركز ويقول ايه ده مش فارق معاه. تالت خطوة، انت خلاص تقبلت الفكرة ووصلت له احساس ان انت مش عايزه، يبقى تالت خطوة لازم توصل للشخص ده ان انت مبسوط في حياتك بأي شكل من الاشكال، بتخرج بتتبسط، مش مستنيه ان هو يبقى في حياتك عشان يبسطك. دي اكتر حاجة هتخليه عايز يرجع لك او عايز يبقى في حياتك عامة، حتى لو هو مش مناسب ليك، وحتى لو عاش حياته ونسيك، وحتى لو ايه، مجرد ان هو شايفك مبسوط فعقله الباطن من غير ما يحس هيخليه يرجع يفكر فيك تاني.